الدقوس ده شكله غريب وما يطمنش. تجربة مطعم دكن للمرة التانية، المرة دي في رمضان وعاملين بقى وجبات فيها رز وصواني وكده، فطلبت صينية دكن، دي أكبر صينية عندهم. أول مرة أشوف مطعم بيطلع صواني معدن تيك أواي، تقريبا ستانلس ستيل، هي خفيفة أي نعم بس كويس، كل المطاعم بيستخدموا صواني بلاستيك. جاي معاها 6 طماطم مخلل و4 طحينة عادية، وأنا زودت 2 طحينة سبايسي، وكمان جاي معاها 2 دقوس، وزودت عليهم 2 بطاطس مقلية اللي هي الشيبس بتاعهم. الصينية بتبقى عبارة عن 3 حواوشي، 6 انصاص، 8 طرب، 12 قطعة كفتة، و18 قطعة شيش، كل دول على 2 كيلو رز بالزبيب والمكسرات وشوية بقدونس. الرز بتاعهم حلو جدا، نفس تجربة المرة اللي فاتت، في سواء الكفتة أو الطرب أو الحواوشي كلهم ممتازين. الشيش خطير، معمول بوراك مش صدور، وده أفضل طبعا، وتتبيلته حلوة جدا. نيجي بقى للدقوس اللي شكله غريب شوية. الطماطم متقطعة قطع خشنة، وفيها فلفل أخضر حراق، وتقريبا فيه خل أو حاجات زي كده، بس طعمه تحفة خطير، مع ان انا كنت قلقان من شكله بس رهيب والله. الطحينه كمان عندهم حلوه، والطحينه السبايسي جامده وحراقه فعلا. وبس دي كانت تجربه دكن، اتمنى يثبتوا الوجبات والصواني دي حتى بعد رمضان، ويقولوا لي الدقوس عاملينه ازاي. سلام.